والترجي الرياضي التونسي. البارح شفنا خلينا نقولوا فضيحه في الاخراج في نهائي الكونفدراليه الافريقيه بين الزمالك وكذلك نهضه بركان. برشا لوم على المخرج التلفزي للمقابله. جماهير الترجي تخوفت على النقطه هذه. هل فما تاثير من المخرج على الفار؟ احمد انت نجم تكون عندك اجابه، انت تخدم في التلفزه، لكن نرجع لك قبل فقط عنا تليفون باش ناخذوا الحسم. معناها معنا الحكم السابق مختار لبوس بتليفون. مختار، واضح بين الاهلي والترجي الرياضي التونسي. البارح شفنا خلينا نقولوا فضيحه في الاخراج في نهائي الكونفدراليه الافريقيه بين الزمالك وكذلك نهضه بركان. برشا لوم على المخرج التلفزي للمقابله. جماهير الترجي تخوفت على النقطه هذه. هل فما تاثير من المخرج على الفار؟ احمد انت نجم تكون عندك اجابه، انت تخدم في التلفزه، لكن نرجع لك قبل فقط عنا تليفون باش ناخذوا الحسم. معناها معنا الحكم السابق مختار لبوس بتليفون. مختار، واضح السؤال. هل المخرج التلفزي بالمقابله تاثير على الاعادات اللي تتعطى الحكم نتاع تقنيه الفيديو؟ وظل لي يا سلام، مرحبا بك ساعة قبل كل شيء وبجميع مستمعين اكسبريس اف ام بحضورك. انا بالنسبه لي هذه راهي مغالطه صايره، او باش نفسر لك حاجه. هما في الكاف يعتمدوا 24 كاميرا، واضح. ال 24 كاميرا هذيا فما دي كاميرا زايدين ما يسحق لهمش الفار، مثلا يبداو زوز في الشبك، مثلا دو كاميرا يبداو وين لي فيستير، فما دي كاميرا، فما مثلا الكاميرا اللي تغطي الملعب من الفوق، الدرول. معناها هذوما الكل ما يدخلوش في اطار الفار. هوش فما معناها الخيوط اللي خارجين من الكاميرا هذوما، البرانشمون اللي صاير يمشيوا للريجيم تاع الاخراج، واضح. ومنهم مثلا في الاتفاقيه الكاف مع التلفز تقول مثلا 7 بركه يمشيوا للفار، معناها من ال 24 ينجموا يمشيوا كان 7 للفار، فهمني ولا؟ 7 للفار. السبعه هذوما راهو المخرج حتى لو كان ما عاودش اللقطه، الاوبيراتور هذايا اللي قاعد يتحكم في عمليه الفار اللي هو يطلب منه الحكم اعاده اللقطه، اذا كان اللقطه موجوده في الليسات كاميرا اللي موجودين هذوما في الفار راهو ينجم يعاودها وحده. لكن وين الاشكاليه هنا؟ الاشكاليه أنا تتخيل انت مثلا لقطه لمسه يد ولا مخالفه ولا ضربه جزاء ولا حمراء، وقت اللي صارت من الكاميرا اللي يعتمد فيهم الفار، مثلا ما عادش يصور في جمهور ولا بنك احتياط ولا حكم مرابع ولا يصور في يونغل اخرى وما خذاش العمليه هذه، ايش يصير؟ غرفه الفار تقول الحكم مواصله اللعب، واضح. وقت اللي الحكم يعلن على مواصله اللعب راهو يرجع في الكره للعب، المخرج وقتها يعاود اللقطه وراو ضربه جزاء ولا راو حاجه كاركتيريزي. هنا وين تصير الاشكاليه؟ هنا تنجم راهو لقطه ما تتعاودش وما ينجمش الفار يعاودها. انا مختار سالت شكون معناها حتى من التلفزه من المصورين واللي عملوا فورماسيون على الفار، يقول لك معناتها اللي في غرفه الفار ما عنده حتى علاقه بالمخرج التلفزي، معناها حتى واحد اخر. بحثنا زاد احمد الصالحي من التلفزه نجم يكون عنده فكره على الموضوع هذا. اي بالطبيعه الكلام اللي كان يقول فيه مختار صحيح، يعني المخرج التلفزي هو مربوط معناتها بالمهندسين نتاع الفيديو اللي يعطيوه الاعادات تاع اللقطات، لانه المخرج ما عنده حتى دخل في الاعادات، راهو باش نكونوا واضحين. تلقى عنده 2 مهندسين هما اللي يحضروا اللقطات نتاع الروبلاي، والمخرج يسويتي وكا يسيليكسيوني معناتها يعدي وكا يقول خذ ياخذ. ماهوش المخرج هو اللي يختار اللقطات اللي تتعاود. راهم المهندسين نتاع الفيديو تلقى في الكار في الحافله نتاع النقل تلقى 2 مهندسين فيديو. الزوز هذوما مهمتهم هما تحضير اللقطات اللي تتعاود. احمد مش في الكاميرا الكل، مش هو اللي يحضر اللقطات باش نكونوا واضحين. مش في الكاميرا الكل، مش في الكاميرا الكل. نحن في تونس نعتمدوا على 12 كاميرا مثلا، فهمتني؟ فما 7 يوصلوا لغرفة الفار، فما 5 ما يوصلوش. مثلا في تونس هنا يا احمد، معناها نحب نقول لك اللي في تونس وقتاش الحكم يعلن ويعلم الجمعيات اللي كونهم فماش فار، وقت اللي الكاميرا يتيحوا تحت ال4، معناها يكونوا اقل حاجه 4 او موان، يخدموا 2 يخدموا لي زورجو، وواحده تخدم تفيكسي الجوارات، وواحده تاخذ الملعب جمله. اذا كان واحده من ال4 هذو نتاعهم غرفه الفار يعلم الاربيتر والاربيتر يعلم الاطراف اللي كونوا ما عادش فما فار. بالنسبه لي نحن راهو مش جميع الكاميرا اللي موجودين في الملعب يتحكم فيهم الفار. واضح.
راهو صارت قبل. وانا حاب نرجع لك اسلام بكلمه واحده. وكنت قبل في التعيينات الاولى قلت راهو فما حاجه صارت لي انا، صار لي تخلي شك، ونعاود نقولوا توا رانا نحن تحب ولا تكره ماناش اقوى من المصاروه في الكواليس. انا نحب نرجع سؤالي وقلت قبل، علاش الحلو بن براهم ما جاش مع مصطفى غربال هنا؟ علاش تم اعتماده في الروتور؟ واضح. راهو هنا لازم اداره الترجي تتحرى بالكدا وراهو النجم اللي صار لنهضة بركان يصير لهم غاديك. واضح. هذيك صح. راهو اللعبه كامله في الفينالات هنا صاروا باعتبار الفار. راهو الاربيتر نجم يكون ما عنده حتى قيمه في وسط التيران. واضح. يعطيك صحة. شكرا لك مختار على دخلك معنا على كل هذه التوضيحات. سيدي ذا حتى الغريب في الامر شفنا مخرج المقابله البارح حتى في تدوينات تو نشوفوهم بعد شويه على اللايف ستريمينج لهنا كأنه فرحان معناتها انه يقول هو قام بواجبه بالطريقه هذه. لهنا ظهر لي كل الحذر لازم حتى الترجي لازم تاخذ حتى الحذر نتاعها في النقطه هذه، ولو انه كما كان يحكي مختار نجم يكون ما عندوش حتى تاثير على الفيديو. اكيد تواسي مختار عطى الحقائق وصحيح. هيئه الترجي الرياضي التونسي لازمها تكون يعني واقفه على هالمواضيع هذه وترد بالها في من اقل حتى شيء. معناتها شو هذا اللي كوليس هذوما اللي قاعدين يصيروا راهو يفوس اتوندر بوكو تشوز خويا اسلام. هنا يا خويا حبه ما نحبه انت ايش عندك ملاعبيه ويلزمك تلعب كونتر الاربيتر وكونتر الفار وكونتر لي جوج دو توش يا خويا سي تو كابابل دو غاني تو دو غاني. هذا شو نقول، انسى الاربيتر صحيح ياثر عليك والكل، لكن نقول حتى سور لو بلان بسيكولوجيك الملاعبيه يلزمها ما تتحسس معناتها حتى لو الاربيتر يغلط ضدك ما يلزمكش تخرج من الماتش. يلزمك ديما خليك مركز، اعمل حسابك اني ممكن الاربيتر ان بعد الظن اثم نقول الاربيتر ضدك، لكن الملاعبيه ما يلزمهاش تخرج على الكونسنتراسيون تاعها. يلزمك تلعب كونتر الاربيتر، تلعب كونتر لي ديسيزيون. هذايا معناتها الملاعبيه بروفيسيونيل شو بارتو دون لو موند. معناتها مش حاجه جديده يقولوا لك كان الاربيتر باش يغلط ضد الترجي ولا يغلط، ما هم موجودين. تانا نشوفوا حتى انجلترا باش تحب تحيي الفار. ها سمعت انا انجلترا وولفرهامبتون متقدم بمشروع عن هذا التجوان باش تصوتوا عليه الان في السياق